هيجيلك الزبون، يعني هيجيلك حتى لو من المريخ. تخيلي كده 500 ألف واحد يوصل لهم البوست بتاعك، يعني 500 ألف نفر يشوفوا المنتج بتاعي. على الأقل ممكن يجيلي كام اوردر؟ 1000 اوردر. ده بالقليل قوي، اللي هو لو التصوير وحش، لو المنتج مش اللي هو يعني اي كلام، لو البوست نفسه مش جذاب قوي. ده انا لو جالي 200 اوردر هكون كسبانه مش خسرانه. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير. بقالي اسبوع تقريبا ما بنزلش حاجه لبتوع المشاريع، بس عاوزاكم تعرفوا اني لما بغيب كده هجيلكم بحاجه تفرحكم قوي قوي. لان كمان من ساعة اخر بس اتكلمنا فيه عن المشاريع وعن الاعلانات الممولة وعن ان ازاي اسوق لنفسي، لقيت لسه برضو ناس كتير بتعلق لي: يا سهى انا مش عارفة اسوق، يا سهى انا حضرت كل حاجة وباجي لغاية خطوة التسويق دي وبقف خالص، يا سهى انا مش عارفة اعمل اعلان ممول، يا سهى الاعلان الممول بمبلغ وانا لسه مبتدئة، حطيت الفلوس بتاعتي كلها في المنتج بتاعي او في البضاعة بتاعتي، عاوزة ابيع بقى واكسب واحس ان تعبي ده كله ما راحش هدر. لكن دايما باجي عند خطوة المبيعات واني اسوق لنفسي عشان اتشاف. ما هو في فلوس اتحطت في بضاعة وفي براند اتعمل، عاوزة بقى اوصل للزبون عشان ابيع. انا بلاقي نفسي عطلت واحبطت ووقفت مكاني مش عارفة اعمل ايه. انا عارفة ان ناس مبتدئة كتير جدا بتحط كل الميزانية بتاعتها او الفلوس اللي معاها في البضاعة اللي بتجيبها او في المنتج اللي هتبيعه، فما بتبقاش قادرة تتحمل اي ميزانية لاي اعلان، واي اعلان دلوقتي ما بقاش بفلوس قليلة. عشان كده انا النهاردة هقولك على بعض الطرق اللي انا بدأت طريقي من خلالها وخلتني الى حد ما اتشاف واتعرف وناس تدخل الجروب بتاعي. الطرق دي ممكن ما تجيبلكيش النتيجة الواو اللي انتي متخيلاها، علشان ما ترفعيش سقف طموحاتك قوي، بس قولي مثلا هتديكي نتيجة 40%، يعني هتخليكي تبيعي وهتخليكي تكسبي كمان، بس مش اللي هتطلعك السلم جري. خليكي فهماني بس في النقطة دي. الطرق دي انا اتبعتها كتير جدا ونفعتني كتير جدا وشغلتني في الاول كتير جدا جدا، يعني دي كانت من ضمن الخطوات الاساسية اللي عملتها، وكان عليها عامل كبير بان ناس برضو تنضم للجروب بتاعي. الطرق دي تقدري ان انت تتبعيها لغاية ما واحدة واحدة كده تقفي على رجلك ويجيلك المكسب اللي من خلاله تقدري ان انت تعملي ميزانية او بادجت للاعلانات وتصرفي فعلا علشان تطلعي السلم جري. معروفة جدا طبعا بدون اي نقاش، اصرف اكتر على الاعلانات ابيع اكتر اوصل اسرع. الناس بقى اللي بتبيع منتجات بسيطة او بدأت بداية بسيطة كده بقطعتين 3 وعايزة تشوف ايه النظام، عندك كذا طريقة مجانية تقدري ان انت تستخدميهم في بداية طريقك. وما زال لسه في ناس كتير جدا بتتبع الطرق دي، مش عايزة تصرف على الاعلانات وراضية بالرزق اللي بيجي لها، وهي عايزة تخلي نفسها كده، يعني ولا تحت قوي ولا فوق قوي، هي راضية بنفسها كده وهي حابة الوضع ده. اول طريقة تستخدميها وهو الفيسبوك. الفيسبوك يا سهى اللي هو اروح اعمل لنفسي صفحة او بيج وابدأ اعرض الشغل بتاعي عليها؟ لا طبعا، لو عملتي كده هتلاقي نفسك انت الوحيدة اللي بتشوفي الصفحة وانت الوحيدة اللي بتشوفي المنتجات بتاعتك. حتى لو بعتي الصفحة دي لأصحابك ولقرايبك ولحبايبك بقى فيها 1000 ولا 2000 ولا حتى 5000 فرد، مش هيكون فيها تفاعل ومش هيكون فيها ريتش، وهتبقي بتتعبي نفسك وبتجهدي نفسك على الفاضي، يعني مش هيكون فيها اي نسبة وصول اصلا. هتستخدمي الفيسبوك بس هتستخدمي ماركت بليس. ماركت بليس اللي قدامك ده تقدري تبيعي من خلاله حاجات كتير جدا جدا، اي حاجة وكل حاجة. ماركت بليس كان عليه عامل كبير جدا جدا في انضمام ناس كتير في بدايتي للجروب بتاعي، لان انا كان زي اي حد في بداية طريقه ما كانش معايا اي ميزانية ان انا اصرف على الاعلانات. ده احيانا الاعلان اللي عليه لو اتعمل بطريقة كويسة ممكن يوصل ل10,000 مشاهدة. طريقة كويسة اللي هو ازاي يعني يا سهى؟ اللي هو طريقة جذابة، طريقة فيها تشويق، طريقة فيها شد. مميزات ماركت بليس بقى اللي هو اصلا بيوصل البوست بتاعك اللي انت حطاه عليه للشخص اللي مهتم بالحاجة دي،
طب الفيسبوك بيعرف ازاي؟ بيعرف بان الشخص ده اصلا كان بحث قبل كده عن الحاجة دي، الحاجة اللي انت بتبيعها. يعني مثلا انت بتبيعي مفارش، هيوصل البوست بتاعك للست دي اللي هي اصلا بحثت عن مفارش قبل كده، او علقت في بوست خاص بالمفارش بتستفسر بكام، او قابلها بوست عن المفارش وفتحت الصور، يعني عملت نقر. في حاجة اسمها نسبة نقر، عملت نقر على الصفحة او نقر على الصورة. دي اول ميزة في ماركت بليس. تاني ميزة بقى فيه اللي هو بيوصل البوست بتاعك اكتر للناس اللي حواليكي، يعني بيحدد الموقع بتاعك. هو اصلا الفيس بيكون محدد اصلا الموقع بتاعك، فبيعرض البوست بتاعك اكتر للناس اللي حواليكي، مش شرط المنطقة بتاعتك، يعني مثلا في المحافظة بتاعتك. تمام؟ فده طبعا بيسهل اكتر عمليات البيع. اول ما هدوس على علامة ماركت بليس اللي قدامكم دي، هيظهر لي انت عايزة تبيعي ولا عايزة تشتري. هتضغطي على كلمة بيع. طبعا ماركت بليس ده مش هنلاقيه في اي صفحة، هو في الاكونت الشخصي بس. تمام؟ يعني مش في اي بيدج، بيكون موجود في الاكونتات الشخصية فقط. فاول ما بتدوسي كلمة بيع دي، تحطي بقى الصور اللي انتي مصوراها حلوة جدا للمنتج بتاعك، الصور الجذابة، الصور اللي هي الملفتة للانتباه. وهتحطي التفاصيل، تكتبي التفاصيل كلها. مثلا ما تقوليش السعر، خلي السعر مفاجأة، السعر اقل من سعر اي حد خالص. وحطي لينك مثلا جروب الواتس بتاعك، وحطي كمان رقمك للتواصل او للاستفسار. كل اسبوع كرري العملية دي، كل 4 أو 5 أيام كمان، يعني مش اسبوع. نزلي بوست، نزلي بوست، نزلي بوست. هتلاقي اصلا ماركت بليس بيتابع معاكي، هتلاقيه بيبعتلك كل شوية رسائل كده، تقييمك ايه للماركت بليس، هل استفدتي من ماركت بليس ولا لا، هل تريدي تجديد الاعلان تاني. طبعا كل ده من غير اي رسوم ولا اي حاجة، ده زيك زي كأنك بتنزلي بوست على الاكونت الشخصي بتاعك. بس ميزة ماركت بليس اللي هو بيسهل عمليات البيع والشراء. طبعا هتلاقي ناس كتير جدا بتكلمك بتستفسر عن الحاجة دي او عن المنتج بتاعك. تاني طريقة بقى هي الجروبات اللي هتكون مهتمة بالمنتج اللي انا ببيعه. يعني مثلا انا ببيع ورد مثلا زي كده، او ببيع مثلا اللي هي المباخر، اللي هي الحاجات اللي زي كده. اللي هيهتم بالحاجات دي مين؟ الجروبات بتاعت البنات والستات. يبقى انا انضم لجروبات كتير كبيرة كبيرة. تمام؟ الريتش بتاعها بيكون عالي، نسب الوصول فيها بتكون عالية جدا جدا، فبتخليكي تتشافي بسرعة. طيب يا سهى، الجروبات الكبيرة دي مش في كل وقت بتقبل البوستات، يعني بالذات البوستات اللي فيها لينكات او اللي فيها بيع وشراء، يعني ده معظمهم ما بيقبلوش. تمام؟ دول ناس زي الفل، ما نقدرش نتكلم عليهم، ما بيحبوش الخير لغيرهم، ما عندناش اي مشكلة. في البوستات بقى، البوستات اللي جوه الجروبات، تمام؟ بوست جايب لايكات، تعليقات كتير، تمام؟ اصور صورة حلوة للمنتج بتاعي، واحط الصورة، اكون عاملة نسخ للتفاصيل. مش لازم حتى لينك الجروب بتاعي بس، يكون فيه حتى رقم تليفون، لازم يكون فيه وسيلة للتواصل، او على الاقل يكون الاكونت الشخصي بتاعك مفتوح، ممكن اي حد يدخل يراسلك يستفسر عن الحاجة دي، فتقدري طبعا تبعتيله اللينك مثلا بتاع الجروب بتاعك. المهم بوست يكون عليه تعليقات ولايكات كتير والناس لسه بتعلق عليه، يعني بوست مثلا ما بقالهوش 6 ايام او 7 ايام او اسبوعين وانتي لسه بتفكري تعلقي فيه، ماشي تمام، نزلي فيه، بس بوست يكون لسه الريتش بتاعه عالي طازة كده. حطي تعليقين 3 بالمنتج بتاعك مع شوية تفاصيل، حتى لو برضو صاحبة البوست بنت حلال وكويسة وما بتحبش الخير لغيرها ومسحت الكومنت
بتاعك، صدقيني هيلقطوا 3 4 5 طالما الريتش بتاع البوست عالي. دي برضو طريقة من الطرق اللي انا اتبعتها. الجروبات الكبيرة، الجروبات اللي ريتشها عالي، تخيلي انتي دخلك مثلا النهاردة نزلتي بوست على ماركت بليس، دخلك منه 3 4، مسكتي جروب معين في بوستين 3 4، نزلتي تعليقات باللينك بتاعك او بالمنتج بتاعك بالتفاصيل بتاعته، دخلك من خلاله 3 4 5. يعني دي طريقة ودي طريقة. في بقى جروبات تاني مفتوحة، الجروبات بتاعت منطقتك او منطقة تكون قريبة منك. دي جروبات الريتش بتاعها بيكون قليل شوية بس بتكون مفتوحة، بيقبلوا عادي اي بوست حتى لو عن منتج، مفيش مشكلة. برضو ده نزلي فيه، جالك منه 1 2 كل فترة، برضو احنا محتاجينهم، لان الشخص اللي هينضم للجروب بتاعك هو اصلا مهتم بالمنتج اللي انتي بتبيعيه. لو ما طلبش منك النهاردة ولا بكرة ولا بعده، طول ما هو موجود في الجروب او انضم للجروب يبقى في يوم من الايام هيطلب منك. تمام؟ دي برضو طريقة تانية تقدر تدخلي ناس او توصلني انا للناس المهتمة بالحاجة اللي انا ببيعها. بس انا لازم لما اجي انشن صح، يكون الجروب فعلا فيه ناس مهتمة بالحاجة اللي انا ببيعها او اللي انا بعرضها. ما كنش انا واحدة شغالة في ملابس الاطفال وانضم لجروب بتاع عقارات وسيارات وننزل فيه بوست او احط فيه كومنت ولا 2 بالحاجة اللي عندي. لا، يبقى احنا كده بنتعب نفسنا على الفاضي وبنهرج، ما بنشتغلش شغل جد. بالطرق دي بقى انا بخلي المنتج بتاعي يتشاف، انا بوسع الدايرة بتاعتي. نفس الموضوع ده بقى احنا بنعمله في جروبات الواتساب. الجروبات بتاعتنا بتاعت الواتساب، مين فينا دلوقتي ما عندهاش او مش داخلة في 3 أو 4 جروبات على الواتساب؟ اللي بتبيع مثلا ميك اب، اللي بتبيع لبس اطفال، اللي بتبيع معرفش ايه، اللي بتبيع ايه، كل واحدة فينا جوه جروب ولا جروبين ولا 3 على الواتساب. بنعمل ايه بقى؟ كل فترة قريبة كده بتفق مع صاحبة الجروب، انا ببيع كذا، نزلي اللينك بتاعي عندك وقولي كلمتين كويسين عني، وانا برضو كذلك هعمل كده، هاخد اللينك بتاعك واقول مثلا ان ده جروب يا جماعة بيبيع لبس حلو وانا جربته وانضموا ليه، لو عايزين تاخدوا فكرة حاجته حلوة قوي واسعاره حلوة قوي. كل فترة بنعمل كده على اساس الناس اللي مهتمة بالحاجة دي هنا تيجي هنا، والناس اللي مهتمة بالحاجة دي هنا تيجي هنا. كل فترة احنا بنعمل مع بعض كده. فدي حاجة يعني زي ما انت محتاجة الناس اللي عندها، هي برضو هتكون عايزة تكبر جروبها وهتبقى محتاجة للناس اللي عندك. يعني حتى لو انت ما عندكيش معرفة بيها اصلا او مش صاحبتك، فهتكون عايزة توسع الدايرة بتاعتها وعايزة تشتغل اكتر وعايزة تتشاف اكتر. الكلام ده بقى بالنسبة للفيسبوك وجروبات الواتساب. في منصات تانية يسوها في زي منصة دوبيزل اللي هي كانت زمان أوليكس. يعني هي دوبيزل دي هي كانت الشركة الأساسية أصلا، بعد كده باعوها الأوليكس، وبعد كده دوبيزل رجعت اشترت تاني من أوليكس. يعني مش دي قصتنا. المهم دي طريقة نقدر برضو من خلالها ننزل عليها إعلانات للحاجة بتاعتنا للمنتج بتاعنا، زيها زي ماركت بليس بالظبط في كل مميزاتها. وبالمناسبة برضو دوبيزل ده على فكرة لأي حد محتاج شغل هتلاقوا عليه كتير جدا جدا، وكل فيه ناس جد، يعني ناس صادقة، مش اعلانات وهمية زي الفيسبوك، الناس اللي بتحب تجرب قبل ما تجيب المنتج الاول المنتج ده هيمشي مع الناس ولا لا، فتعرض حاجات وهمية كده عشان بس ايه اللي هي تجس النبض. لا، دوبيزل كل الاعلانات اللي فيه فعلا جد، اذا كان شغل من البيت، اذا كان شغل بره البيت، شغل للبنات للسيدات. تمام؟ يعني ده برضو الكلام ده بقوله لكم عن تجارب، هو مش ده موضوعنا انا عارفة، بس انا بحب افيدكم برضو باي معلومة انا اعرفها. بتحملي البرنامج عادي جدا من على متجر بلاي، يعني زي كأنك هتنزلي اي برنامج
تمام. وبتسجلي فيه برقم تليفونك وبتحطي البيانات بتاعتك، وبعد كده بتبدأي انك تتعاملي معاه معاملة ماركت بليس بالظبط. بتنزلي صور كويسة، بتنزلي تفاصيل باسلوب كده شيق يشد اللي قدامك، مع رقم تليفون للتواصل. وخلي في إثارة كده للشخص اللي قدامك، إثارة فضوله. بيبدأ برضو الناس تكلمك، ناس تستفسر عن المنتج اللي انت عرضاه، ناس فعلا مهتمة بالمنتج اللي انت عرضاه، لأنها أصلا بتكون بحثة عن المنتج اللي انت عرضاه. يعني محركات البحث عندها في البرامج اللي هو دوبيزل أو الفيسبوك على ماركت بليس وكده، هي أصلا ناس بحثة عن الحاجات دي قبل كده وناس مهتمة. هو كبرنامج مش وحش خالص خالص كبداية، بس تصويرك للمنتج بتاعك والتفاصيل اللي انت بتحطيها بالاسلوب بتاعك اللي انت بتستخدميه في عرض حاجتك، كل ده عليه عامل جدا، يعني عليه عامل كبير جدا جدا في اللي هو ايه، قفش الزبون. تمام، ان احنا نجذب الزبون، ان احنا نجيب الزبون. كل حاجة عندك تمام ومظبطاها ومية مية، هيجيلك الزبون، يعني هيجيلك حتى لو من المريخ. زيه برضو زي ايه، زي برنامج شوبيفاي. شوبيفاي هو بفلوس، مش مجاني 100% زي كل اللي قلتلك عليه اللي فات، بس بفلوس رمزية جدا جدا، لكن فظيع في البيع، فظيع. وانا واحدة من الناس اللي معتمدة عليه كتير في حاجات كتير. برضو انا عاوزة احرك نفسي، عاوزة اتشاف، عاوزة العجلة بتاعتي تمشي شوية، بديها في الاول دفعة، بديها زقة، بشوف ايه هي الطرق اللي ممكن تجيب لي، ده لو فيها احتمال، يعني كمان ما يكونش اكيد، احتمال تجيب لي زبون واحد حتى النهارده، او مش زبون يعني، حتى اللي هو يعني لو حتى ما طلبش النهارده، تجيب لي عميل واحد بس مهتم. مش شرط ان هو يطلب مني النهارده، عميل واحد بس مهتم يدخل الجروب بتاعي، يبقى مش هفوتها الطريقه دي ان شاء الله. حتى لو في الاول خالص الربح اللي هيجيلي ده انا مش هدخله جيبي، انا مش عايزاه يدخل جيبي. الربح اللي هيجيلي انا هصرف منه على اعلانات لحد بس ما اثبت نفسي واقف على رجلي. كل الطرق دي بقى بجانب ايه، بجانب صحابي واخواتي واصحاب صحابي واخوات صحابي واصحاب اخواتي وجيران صحابي وجيران اخواتي وجيراني انا كمان. واللي هيلاقي حاجتك فعلا حلوة وهتفيده وفيها منفعة ليه مش هيفوت الفرصة ابدا وهياخدها منك. كل ده هيفيدك، كل ده هيحركك. كلنا ما بدأناش الا كده، محدش بدأ نجح لوحده، لا، مفيش واحدة فينا راحت اشترت الزبون مع البضاعة اللي اشترتها. الزبون انا اللي بعمله، انا اللي بتعب فيه، انا اللي بجري وبحارب عشان اوصل له. ده انا بتعب في الزبون زيه زي ما بتعب في البضاعة بتاعتي بالظبط. عاوزة تبيعي كتير، يعني من الاخر عايزة تحرقي شغل كتير، اعملي اعلان ب1000 جنيه هيدخل لي مبيعات من 20 ل 30 ألف جنيه. وظيفة الإعلان إيه؟ وظيفة الإعلان زيه زي الشخص اللي بيبيع حاجته في محل في الشارع، بس الإعلان بيوصلني للزبون بما إني ببيع من البيت. اللي عارض حاجته في محل في الشارع مش محتاج إن هو يعمل إعلان، الناس رايحة جاية عليه، هتجربه مرة حاجته تمام هترجع له تاني، وحتى لو ما جربوهوش قبل كده او حاجته مش تمام برضه هيلفوا هياخدوا منه هيرجعوا له تاني لو عنده اي ميزه، اذا كان في سعره، اذا كان في الجوده بتاعت حاجته. استنيتي تكبري بمجهودك او تعملي زبون لما يبقى في حد يطلب مني يشوفني في الاول وبعد كده يقتنع بيا وبعد كده يطلب مني وتعجبه حاجتي ويبقى يطلب مني تاني، هتلاقي نفسك بتستني ايام وشهور ويمكن سنة كمان عشان يجربك حد ولا 2. يعني لو انت واحدة مقررة ان هي تستنى، فانت هتفضلي مستنية كتير قوي قوي. ده كمان يا جه يا ما جاش.
واللي هيقولك غير كده هيبقى بيضحك عليكي. والدليل على كلامي هو كل البراندات الكبيرة اللي كلها عاملة اعلانات ممولة لنفسها وبتعمل اعلانات لمنتجاتها عند بلوجرات كتير جدا. يعني انا مش بقول اي كلام وخلاص، انا واحدة مجربة حرفيا كل حاجة. بس كده، هو ده كان فيديو النهاردة. يا رب اكون قدرت اوصل لك المعلومة وقدرت افيدك، ولو بمعلومة صغننة قد كده. اشوفك الفيديو الجاي ان شاء الله باذن الله، وانتي احسن حد في الدنيا كلها. واللي عنده اي استفسار يتفضل يسيبهولي في الكومنتات، وانا ان شاء الله باذن الله هرد عليه. ويلا سلام.